الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جرت سنة الله في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه بإذن الله. وهذا رجل قد عاش سنين عمره يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا أقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد. فلما اشتد عليه المرض بكى، ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الضيق، وكأنه يخاطب نفسه وربه قائلا: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الآذان في آخر لحظات حياتي. ثم تتغير ملامح هذا الوجه بعد هذه الكلمات إلى البشر والسرور، ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الآذان اتجه إلى القبلة بعينيه ورفع الآذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان: لا إله إلا الله، حتى خر ساقطا على الفراش، وصعدت روحه إلى مولاها، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله مولاها.